هي الحالة اللي عاملاه ده، استغفر الله العظيم يا رب. ايه الهدوم دي؟ ياه، استغفر الله العظيم يا رب. لا انا هخليهم بقى زي ما هم كده، اخش اعمل كوبايه شاي. ده حتى ما فيش كوبايه نضيفه اعمل كوبايه شاي. طب انا هعمل ايه؟ انا اتخنقت والله، ده انا بقالي اسبوع بكلم في نفسي. والله البت زوز دي كان عندها حق. الدريفلي خرب بيتي. ده البت زوزو كان عندها حق والله لما قالت لي العيال وخلي العيال يعملوا معايا في البيت. لا انا هتصل بنور اشوف الدنيا ايه. ليه يا نور؟ عامل ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. مصطفى ولا لسه؟ طب حلو. بقول لك انا جاي لك عشان عايز اتكلم معاك في موضوع زوزو. عايز ارجعها. ماشي ماشي يا نور، مسافة السكة وجاي لك. ماشي يا حبيبي، يلا يلا سلام. اقوم اروح له. يا سوسو ما تيجي تعالي اقعدي مع العيال بره اعمل لك فشار. لا لا ماليش نفس والله منه. ما ينفعش كده يا بنتي، انت بقالك اسبوع قاعده مكتئبه كده، ينفع زوزو لا فرفشي مش شويه. مكتئبة ولا حاجة، هو قاعدة منه خلاص. انا عارفه ان العيال وحشوكي اكيد. بس احسن كده منها، انا مرتاحة كده. خليهم يعرفوا ان الله حق. ربنا يحميك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا نور، عامل ايه؟ عامله ايه يا زوزو؟ الحمد لله بخير والله. عندي خبر حلو. ايه؟ مصطفى كلمني. وكبرياءه ايه اخباره؟ اللي هو مصمم. لا اخويا وانا عارفاه. لا الدنيا هدت معاه. بيقول لك ايه؟ بيقول لي شوف لي، عايز بيكلمني على اساس انه يرجع ويرجع زوزو. لا والله. بعد اسبوع فات. سبحان الله. كان عندك حق يا من. الاسبوع ده هو عارف ان العيال مدوخين. اكيد. خلاص ماشي، هتقابليه يا زوزو؟ مش عارفة والله منه. ده بيقول لك اهو ندمان، معنى كلامه ان هو عارف. انت عايزه ايه تاني يا زوزو؟ واحنا كنا عايزين، احنا مش مشينا قلنا له ايه؟ قال لك انا هعرف اتعامل واتصرف اهو. لا ده محتاج حسن الدنيا. طب اتفرجي بصي بقى. احسن يا نور، خليه يستاهل. خليه يعرف قيمتها. خلاص يا نور، يعني هو جاي امتى؟ هو اتصل بيا قال لي مسافه السك. احنا مش بعاد عن بعض. ماشي ماشي يعني. ايه بس برضه ادوله كلمتين برضه عشان يعرف ان الله حقه، ما يعملش كده تاني. ما هي العمليه مش بالسهل. وما يقومش العيال عليا ويخليهم يساعدوني. انت بصي عشان برضو نبقوا مع بعض كده، انت شوفي انت ايه اللي مضايقك منه وتقولي له 1 2 3 انا متضايقه منك في كذا وكذا يا مصطفى. تمام، موافق باللي انت بتطلبي منه، وانت بتطلبي منه حاجه طبيعيه. كان بيها وروحي معاه، ما كانش خليكي قاعده انت منوراني. الله يخليك يا منى والله. لا يا حبيبتي، انت عارفه انت اختي ما فيهاش حاجه، وانا عارفه اخويا متعب قد ايه. هستنى عبر ما يجي. طيب خلاص، انا هقوم اعمل لكم شويه عصير ولا اعمل لكم حاجه قبل ما يجي. اجي اعمل معاكي حاجه؟ انت طيب بقى اقعدي كده بقى وايه، بصي انا زي يجي الاقيكي متفرفشه، ما تكتئبيش يا بنت كده عشان يعرف، هو اللي يعرف قيمتك، مش يعني تحسي ان انت عايشه حياتك. ايوه صح، عندك حق والله. ابقي هاتي لي تليفوني معاكي وانت جايه. حاضر. تعالى يا مصطفى اتفضل. يا من عاملين ايه؟ الحمد لله، تعالى اتفضل. اهو جه. السلام عليكم. مصطفى. عليكم السلام. يا زوزو عامله ايه؟ الحمد لله كويسه والله. استاهل الحمد لله. كويسه جدا هنا في استجمام. ايه انت نور عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. بص يا نور، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا دي قصرت في حقها جامد. طب والله الحمد لله. وانا جاي عشان اصلح الموضوع. بص انا عشت اسبوع نور بكلم نفسي. ديفلي العيال مبهدلي لي الشقه. اقول لهم اعملي لي كوبايه شاي، مفيش خالص. انا عرفت قيمتها مش هكدب عليك. فانا بستسمحك وبرضه ابوس دماغها. اللي انا عملته ده غلط معاها. بس في حاجة، بس قبل هي ما ترجع معاك، هي مفيش مشاكل ترجع معاك، بس قبل ما ترجع معاك انت عارف ان انت غلطان ولا مش غلطان؟ لا انا غلطان. طيب انت عارف ان فكرك غلط في تربية عيالك ولا مش عارف؟ ماشي، بس برضه انا عايز اقول لك على حاجه. بص يا نور، برضه انا بني ادم، فباجي من الشغل تعبان، محتاج ان انا برضه الاقي لقمه، الاقي البيت متروق، ما الاقيش غساله شغاله، الاقيها تنضف. مرة واحدة في الأسبوع وهو بيجي بالصدفة، يعني صدفة لما بيجي يلاقيني لسه ما خلصتش عشان عياله، هو قايل لهم لا يا نور، انا باجي أول حاجة بس قول يا أول نور، حاجة. انا اسمعك يا نور. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. العيال لو ايديهم بايديها وبيساعدوها، مش كانت ممكن تخلص قبل ما انت تيجي؟ دي غلطتي، انا مش هكذب عليك. العيال لو اتعلموا هم في بيت امهم وتعلموا اصول البيت وتجهيز البيت وتجهيز اكل وترويق بيت، مش ده يخلي عيالك
بعد كده لما يكبروا يروحوا بيت تاني، الناس اللي انت رايح لهم دول مش يدعوا لمراتك ويدعوا لك ان انت عرفت تربي وعرفت تحافظ على عيالك، ولا يروحوا عيال مش فاهمه حاجه ودلع وايه شعورك؟ ما عرفتش تربي، هبقى انا الخسران برضه، انا عارف. وما عرفتش تربي. انا عارف انا والله. خلي بالك انت عشان مراتك يبقى ليها كرامه في بيتها وكلمه مسموعه من عيالها، لازم عيالها قدام الكل يصالحوا امهم ويسمعوا كلام امهم ويبوسوا ايد امهم ويبوسوا راس امهم. لا الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه. يتعلموا ان انا اللي بقوله لهم صح يا نور. مش يا كل زوزو ما حاجة- تقلقي يا زوزو. مش كل بص يا حاجة زوزو، دلع. احنا في وقت للدلع ولازم في وقت يعرفوا خلاص مسؤولياتهم بص يا عن- زوزو، انت بتتكلمي هنقفل صح ولو عليهم. بيتكلم صح في الموضوع. في البيت كلمتي تبقى مسموعه. ايوه ليكي كلمه ايوه طبعا. ايوه. لا عليه انت هو اللي بصي يمشي. انت لما كل حاجه اقولها لهم يقولوا لي طب لما يجي بابا بقى يا زوزو انت 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 كلامك صح. انت مكاني لما انا ببقى في الشغل. طيب ما هو ده اللي كنت ده بتكلم انا فيه. بقول لك انا غلطان وحقك عليا، وبعدين يا نور انا بص انا جيت لك، انا عارف ان انا غلطان، انا ما قلتلكش انا مش غلطان وحقك عليا ياما، ولا تزعلي. يلا يا زوزو قومي مع جوزك. ماشي يا نور. حاضر. يلا حاضر زوزو حبيبتي. قومي واقعد مع نور شويه ويلا. ماشي يلا.